السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع ناس كتير بتستسهله، لكن هو مهم جدا بالنسبه لمرضى القلب والضغط والسكر، وهو الشد العضلي. الشد العضلي يعني انقباض مفاجئ ومؤلم جدا في عضله معينه في الجسم. ممكن يحصل لاي حد، وممكن يحصل لمريض القلب او الضغط او السكر. طيب، الشد العضلي ممكن يكون نقص معادن، او ممكن يكون مؤشر على مشكله اكبر عندك. لو انت شخص طبيعي ما عندكش اي امراض، فممكن يكون نقص تغذيه او نقص معادن. لكن مريض القلب والضغط والسكر ده ممكن يكون مؤشر لحاجه خطيره عند حضرتك. اول حاجه بسبب ضعف الدوره الدمويه، وبالتالي الدم اللي بيوصل للعضلات بيكون قليل فبتتشنج بسهوله. تاني حاجه عند مرضى الضغط اللي بيستخدموا ادويه فيها مدرات بول، فالمريض ده بيبقى عنده نقص في البوتاسيوم والمغنيسيوم، فبرضه بيتعرض لشد عضلي بسهوله. تالت حاجه مريض السكر، طبعا مع الوقت السكر احنا عارفين ان هو بيأثر على الاعصاب، فمع الوقت برضه بيحصل تشنجات عضليه بسهوله جدا. طيب، يبقى عندك دلوقتي الشد العضلي حاجه من ثلاثه: يا اما نقص معادن، يا نقص تغذيه، يا اما مؤشر لحاجه خطيره في جسمك. طيب، امتى اقلق او امتى لازم ابلغ الطبيب بتاعي؟ اول حاجه لو حسيت مع الشد العضلي ده بكتمه في نفسك او في خفقان غريب. تاني حاجه لو في عرق او دوخه. تالت حاجه لو في نهجان. طيب، ساعتها تتوجه للطوارئ فورا، او تبلغ الطبيب المعالج بيك، لان كده ممكن يكون في مشكله في القلب ونقص في الدم اللي بيغذي القلب والعضلات نفسها. طيب يا دكتور، ازاي احمي نفسي؟ تحمي نفسك اول حاجه طبعا تشرب كميه سوائل كويسه، تشرب ميه طول اليوم. تاني حاجه تتابع نسبه البوتاسيوم والمغنيسيوم، خصوصا لو انت بتاخد ادويه للضغط فيها مدرات بول. تالت حاجه طبعا ان احنا ما تستناش ان الشد بتاعك يتكرر كتير، وتبلغ الطبيب بتاعك فورا. واخر حاجه يا جماعه، يعني حاول تسمع جسمك وتطمن على قلبك. لما يكون في اي مشكله تبلغ بقى الطبيب بتاعك. وطبعا لو في اي استفسارات او في اي كومنتات عند حضراتكم تنوروني، هنستناها في رسائل الصفحه في الكومنتات على البوست، واشوفكم بخير.